امهاتنا اللي كانوا بيعلمونا ما نكذبش، وهم الكذب بيجري في دمهم. الحق انفض بقى الجاكيت بتاع الحاج قبل ما يخرج من الحمام. يا رب يا كريم. رزقي. ماما ماما انا النهارده كذبت عليكي وبصراحه ما عدتش الدرس. يا زباله قليل الادب يا عاق، انت ما تربيتش. اوعى تكذب تاني، الكذاب بيخش النار. حاضر يا ماما مش هكذب تاني، بس قولي لي هو انت كنت بتعملي ايه في الجاكيت بتاع بابا؟ ايه؟ لا ده انا كنت مسلفه ابوك فلوس وقال لي باخديها من جيب الجاكيت. بقول لك ايه يا حاجه، كان في 100 جنيه في الجاكيت بتاعي، ما تعرفيش راحت فين؟ ايه يا حاج؟ ثانيه واحده. بقول لك ايه ولا، خد بسرعه روح الصيدليه هات لي علبه كريم اللي هي شينشي روسا. حاضر يا ماما. يا وليه بكلمك انت يا وليه، فين امي ال 100 جنيه اللي كانت في جيب الجاكيت؟ ما اعرفش يا حاج، والله ما اعرف، والله تلاقيها وقعت منك. فداك يا حبيبي فداك. ماما خدي علبه الكريمه اهي وده الباقي. ولا يا خالد ما شفتش 100 جنيه واقعه هنا ولا هنا، كانت في الجاكيت بتاعي. لا يا بابا ما هي دي ماما خدتها واديتها لي اجيب بيها شينشي روسا. شينشي روسا؟ ده انت عيل شين عشان طوعتها، وانت وليا شين، وانا راجل شين عشان ما املك. انت طالق يا مرة يا شين يا بنت